سهير القيسي بين الأخبار والانحدار. برز اسم المذيعة العراقية سهير القيسي في عام 2004 بعد مغادرتها العراق واستقرارها في دولة الإمارات. سعت إلى دخول عالم الطب كممرضة أسنان، لكنها رفضت لأنها لا تمتلك تحصيلا علميا في هذا التخصص. اتجهت إلى الإعلام حيث عملت مذيعة للأخبار في قناة العربية لمدة 10 سنوات. أثارت القيسي خلال مشوار العربية الكثير من الجدل من أجل تسجيل حضورها في الشاشة. تبنت خطابا تحريضيا أمام احتلال داعش الإرهابي للعديد من مدن العراق، وكانت تصفهم بالثوار، فيما تصف قوات الجيش العراقي بجيش المالكي. بعدها انتقلت للعمل في قناة MBC 1 ومن ثم شبكة قنوات روتانا. ليست للإثارة حدودا عند القيسي، ويمكنها الانتقال من عالم السياسة إلى الفن بسهولة، وفي هذا العالم دخلت بمشادات مع عدد من الفنانين. عادت سهير مؤخرا إلى قناة MBC عراق في نسخة عراقية عن البرامج التي تعتمد استدرار عاطفة المتابعين. تعرضت لانتقادات كثيرة كونها تحشد كل طاقتها لإنجاح برنامجها على الرغم من افتقاره لمهنية الحوار والكاريزما وانتقاء الموضوعات وحتى مخارج الحروف. اعتمدت على اللبس الجاذب والجلوس المغري لتكون حاضرة بجوار المشاهير. ويبدو أن محاولة انتزاع دموع رحمة رياض وتقديم نسخة مثيرة أمام الفنان السوري معتصم النهار لم تحقق لسهير ما تسعى إليه. ومع منافسة قويات من طراز منى الشاذلي ورقية حسن، أدركت سهير أنه لا يمكن قطع المسافة سريعا وعليها أن تعالج تعثرها. ويبدو هذا ما فعلته بعد استضافة الممثل الإباحي ميشيل موروني من خلال برنامجها سهير شو. فهل تنجح سهير بنصب فخاخها للجمهور بالحضور الإباحي؟ وهل ستصمت هيئة الإعلام والاتصالات كثيرا؟